السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الفضيحة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من منطقة الحي المحمدي بالبيضاء. في مواكبة ديال واحد الحادثة سير اللي خطيرة، اللي والحمد لله ولولا الأطراف الإلهية لكانت كارثة تكون حاصلة ثقيلة. الحمد لله ما كاينش خسائر في الأرواح، في انتظار نعاودوا نجمعوا تفاصيل على سبب الحادث ونحطوها في العنوان. المهم مشاهدينا الكرام، حنا امام حادثه سير، حادثه ديال واحد الرموك اللي على ما يبدو انه كان باغي يدور، في الغالب انه كان باغي يدور، غالبا انه كان باغي يدور وكبر الدوره ودخل في الحيط. غالبا مشاهدينا الكرام، نتمنى ان شاء الله يكون حل جذري من المشكل ديال الشاحنه الكبيره وسط مدينه الدار البيضاء. كنقول لكم مشاهدينا الكرام المشهد ديال واحد الرموك اللي كيتضح بانه كان باغي يدور، ولكن واش هرب ليه، واش عرفنا شنو السبب، واش هو كبر الدوره حتى دخل في هذه الشجره راه كامل ترس من الفوق ومن تحت كامل تشخشخ، يعني القوه ديال الضربه. ولحسن الحظ ما كانش خسائر بشريه، لحسن الحظ. مباشره مشاهدينا الكرام من منطقه الحي المحمدي بالبيضاء. هذا الحادث اللي ماشي هو الاول وماشي هو الاخير، حادث اللي كيطرح بزاف ديال الاسئله على التنظيم ديال الطرق ديال هذا الرميك. يعني واش خاصهم الناس كتناشد باش يكون عندهم شي طريق خاص بهم. مباشره مشاهدينا الكرام، يعني دخل في الشجره، الحادث يعني شكلا ما مفهومش. كاين ضربه هنايا ديال هاد الشجره كاينه هنايا هي مضروبه قلعه من الجدر ديالها، وهي ثاني كاينه شجره ما عرفتش، ما عندناش اسباب بالضبط. ان شاء الله نجمعوا بعض المعطيات ونحطوهم في العنوان. الشاحنه ديال الجر كتحاول ما امكنش ان السحب ديالو ثقيل بزاف وباقي شاد من الجهه ديال الحيط. حضور رجال الامن، دائره الامنيه الحي المحمدي عين السبع، بلاتي صح. او صعوبه كبيره باش يخرجوا هذا الرموك هذا. كيقولوا والله اعلى واعلم انه كانت واحد السيده نجات بالحياه ديالها من هذا الحادث. كنشاركوا معكم مشاهدينا الكرام اللحظه ديال الجر بواسطه الشاحنه ديال الجر القاطره الكبيره اللي غادي يحاول يجر هذا الرموك هذا، يدخل في الحيط كامل تهرس، الفاس ديالو كامل تخمش. يعني كنحاولوا نقربوا لكم الصوره وكنعتذروا على التفاصيل الدقيقه اللي ما عندناش. المهم كنحاولوا نقول لكم الصوره كما هي. شاحنه كبيره رموك دخلات في الشجره، عندنا هنا شجره هنايا مقلعه من الجدر ديالها، واللي هي ثاني كاينه شجره. لحسن الحظ ما كانش شي سياره ولا ما كانش شي واحد مسكين على رجليه، تماك والله يرحمه. هذا كيخليونا اننا نناشدوا الجهات الوصيه بالنقل باش يكون شي طريق خاصه لهذا الرميك. مؤخرا كثروا الحوادث بزاف ديال هذا الرميك هذا، كثروا الحوادث، نسال الله السلامه والعافيه. شاحنه هي كتحاول تجر الرموك دابا اللي ما كيتحركش، الروايد ديالو ما كيتحركوش. الشكر لرجال الامن.
واحد اخويا من الجنب ديال الكونطونير راه كيتهز من ليه. سير الرئيس سير. صعيبه بزاف بسبب الثقل تعذر على القاطره باش انها تجرو. مجهودات كبيره على الناس اللي مختصه بهذا الدومين ديال الجر. رجال الامن هنا كيحاولوا يامنوا المنطقه. الشجره في الغالب هي اللي كتمثل عليهم. نسال الله السلامه والعافيه في قادم الايام. مباشره معكم مشاهدينا الكرام من منطقه حي المحمدي. هذا الرموك في واحد الحاله القليطه ديالو كارثيه. شوف تخمج الرموك كامل تخمج. تخيلوا معي مشاهدينا الكرام تكون هذه القوه ديال الضربه جات في شي سياره ولا شي راجل غتكون الحصيله ماشي كما بغينا، غتكون الحصيله ثقيله. نسأل الله السلامة والعافية مشاهدينا الكرام، نسأل الله السلامة والعافية. عندنا نخلة مقلعة من الجدر ديالها، واحد الشجرة حتى هي مقلعة من الجدر ديالها. حتى البوزيتيف ديال الرموك كتصعب عليك شوية باش انك تعطي شي تحليل شوية تقريبي للسبب ديال الحادث. هو في الغالب كبر الدورة، كبر الدورة. خاص المسؤولين ديال منطقة الحي المحمدي عين السباع يلقاو شي تخريجه، يلقاو شي حل هاد المشاكل ديال هاد الرميك اللي ديما الحوادث تكون عندهم شي طريق ديالهم بوحدهم، خصهم شي طريق ديالهم اللي تكون عندهم بوحدهم. هذا هو البروجي خاص يكون في الشوارع ديال مدينة الدار البيضاء من القدام، مابقاوش كل مرة نسمعو حادث هنا حادث هنا. انا ما كتفهمش دابا شنو السبب الرموك راه هو لهيه وهاد الشجرات مقلعين هنايا. يعني صعيب باش تلقى شي تحليل. ما لقينا شي شاهد عيان اللي غادي يعطينا سبب الحادث. القاطره مازال كتحاول انها تجر هذا الرموك هذا.